مساء الفل على الكل، ويا رب كلكم تكونوا بألف خير وفي أحسن حال. أنا اسمي فوزية، وعمري دلوقتي 52 سنة. اتجوزت وأنا في أول العشرينات من عمري، وخلفت ولد واحد بس، وده يبقى ابني الوحيد أحمد. هو نور عيني اللي ملياش غيره في الدنيا كلها. النهاردة هحكي لكم حكايتي مع ابني، وهقول لكم إيه اللي أنا عملته. حكايتي بدأت من أول ما اتجوزت جوزي حسين. في الأول كنا على قدنا خالص. هو كان تاجر تحف وأنتيكات، وبدأنا بداية بسيطة. أهالينا أنا وحسين كانوا ناس غلابة برضو، بس من أول ما اتجوزته عرفت إنه طموح قوي وعايز يوصل بسرعة. هو كان فقير في الأول، بس كان نفسه يبقى غني، وكنت ساعات كتير أخاف من طموحه الكبير ده، وأحس إنه ممكن يضحي بأي حاجة عشان يوصل للي هو عايزه ويعمل فلوس ويبقى غني. لما اتجوزنا كنا على الحديدة، يا دوبك اتجوزنا وسكننا في أوضة فوق السطوح. أوضة بسيطة قوي، كان فيها فرشة على قدنا كده يا دوب تكفينا. جوزي في الأول كان زي ما تقولوا كده بيعاير الريح، وكان عنده شوية بضاعة بسيطة بيلف بيها على محلات التحف عشان يبيعها. الكلام ده كان من حوالي 32 سنة. بصراحة هو كان مجتهد وبيحب شغله قوي، وكان بيسافر المنشية في اسكندرية في سوق التحف اللي هناك عشان يشتري ويبيع ويكسب له قرشين. كان بيروح اسكندرية يعمل مصلحة ويرجع على القاهرة تاني، لأن بيتنا وحياتنا كانت في القاهرة. أول ما اتجوزنا ربنا كرمنا ورزقنا بابننا الوحيد أحمد، ربنا يخليه لينا يا رب، وفرحنا بيه قوي أنا وأبوه. أحمد كان وش السعد علينا، لأن بعد ما اتولد بفترة صغيرة جوزي ربنا كرمه وشغله كبر وبقى معاه فلوس. اهتمينا بابننا قوي، وكل يوم كان بيكبر قدام عينينا، وفرحتنا بيه ما تتوصفش. ولما جه يدخل المدرسة دخلناه أحسن مدرسة في الوقت ده، حتى لو كانت فلوسها كتير وفوق إمكانياتنا. كنا بنعمل المستحيل عشان نوفر له المصاريف دي، وكنا عايزين نعلمه أحسن تعليم عشان يطلع أحسن من هنا أنا وأبوه. وبصراحة أحمد كان شاطر في الدراسة وممتاز. بعد ما خلفته حاولت كتير أخلف تاني، بس للأسف ربنا ما أردش. كان نفسي أجيب له أخت، لكن ده نصيبي ورضيت بيه. أول 12 سنة من جوازي كنت سعيدة مع جوزي ومرتاحة معاه. صحيح، كانت بتحصل مشاكل بسيطة بينا من وقت للتاني زي أي بيت. بعد ما اتجوزنا بحوالي 11 سنة جوزي اتعرف على واحدة من اسكندرية اسمها نادية. نادية دي كانت أرملة، كانت متجوزة تاجر موبيليا غني وكبير، بس هو توفى وورثت منه ورث كبير. جوزي اتعرف عليها من خلال الشغل، لأنها بعد ما جوزها مات نزلت تشتغل وتتاجر في التحف هي كمان. كانت ست صغيرة وحلوة قوي، ومخلفة من جوزها 3 بنات صغيرين. وجوزها اللي مات كان راجل كبير في السن، وقبل ما يموت كتب لها كل اللي عنده باسمها عشان محدش من إخواته يدخل معاها هي وبناتها في الورث. هو كتب لها كل حاجة بيع وشراء باسمها، وقال لها أنا عملت كده عشان محدش يشارككم في الورث، وساب لها ثروة كبيرة قوي، فلوس ومحلات. ولما جوزها مات جوزي اتعرف عليها ولقاها بالجمال والثروة دي. هو زي ما تقولوا كده لقاها فرصة ما تتفوتش، فاتجوزها عليا من غير ما يقولي. بعد ما اتجوزها شاركها في تجارة التحف، هي بالفلوس وهو بالشغل، يعني كان بيتاجر بفلوسها والمكسب بالنص، وراس المال باسمها. في الأول لما اتعرف عليها كان بيحكي لي عنها ويقول لي قد إيه هي حلوة وغنية وصغيرة، وقال لي إنه شاركها في الشغل بس ما قالش إنه اتجوزها. أنا حسيت من غير ما يقول لي إن في واحدة تانية في حياته، لأنه بقى متغير ومش زي الأول، وكل وقته رايح في الشغل. وطبعا كان معاها لأنها كانت اشترت محل تحف في القاهرة، وجوزي هو اللي كان ماسك لها الشغل فيه. هي سابت بناتها في اسكندرية مع أمها وسكنت في القاهرة واشترت شقة فوق المحل وفرشتها على أعلى مستوى. الشقة دي كانت شقة الزوجية بتاعتها هي وجوزي، ومن ساعتها حياتنا اتغيرت لأن الظروف المادية اتحسنت جدا. نقلنا من الأوضة اللي فوق السطوح واشترينا شقة أحسن وفرشناها، وابتديت أجيب دهب ولبس حلو. هو كان بيعوضني بالفلوس عن اللي عمله، وأنا ما كنتش عارفة الحقيقة، بس كنت حاسة إن في حاجة غلط. وفي يوم جالي تليفون من تاجر زميل جوزي قال لي إنه متجوزها. اتصدمت وزعلت قوي، ولما رجع بالليل وسألته ما أنكرش. قال لي أيوة أنا فعلا اتجوزتها، بس استنيت الوقت المناسب عشان أقولك. أنا عملت كده عشان مستقبلك وإنتي وأحمد. وقال كمان أنا هعدل بينكم، هبات عندك طول الأسبوع
ويوم الخميس هبات عندها. كنت بسمع الكلام ودموعي نازلة زي المطر. رحت المحل وقابلتها، لقيتها ست شيك متعلمة بتتكلم لغات، وأنا ست بلدي على قدي. حسيت بالفرق الكبير بيني وبينها، وفهمت ليه جوزي اتجوزها. رضيت بالأمر الواقع واستحملت عشان ابني. مرت السنين وهو ما بقاش يعدل، وكان بيسافر معاها برا كتير. ابني أحمد كبر وبقى مهندس قد الدنيا، واتجوز وساب البيت وبقاله حياته، وأنا فضلت لوحدي شايفة الدنيا بتبعد عني واحدة واحدة. الغيرة والوجع خلوني إنسانة تانية، قاسية ومليانة كره، لحد ما وصلت لمرحلة إن اللي جوايا اتحول لنار بتحرقني. وده اللي بيحصل لما الغيرة تسيطر على قلب البني آدم. النار دي بتحرق صاحبها قبل ما تأذي غيره. وفوزية اتعلمت الدرس بعد فوات الأوان، إن الحل مش إنها تبوح ولا تهدم، لكن إنها تحاول تعوض وتفضل واقفة جنب ابنها ومراته، وتكون الأم اللي كانت نفسها تبقى عليها من زمان.